ساعات بيجي في الامتحان كده يقول لك الاسماء الثلاثيه اللي ما لا يعقل او من اقسامها ايه؟ مبنيه ولا معربه؟ يبقى انت عارف انها مبنيه بقى. مبنيه زي مين؟ لشبهها بالاسماء الافعال. واسماء الافعال مبنيه ليه؟ لشبه مين؟ بالحروف. بايه يا ولاد؟ بالحروف. نداء اي اكتب ايه يا جماعه؟ انا هكتب ايه؟ يعني اكتب ايه؟ انا عايز مثال. يا ايها المعلمون، صح؟ طب يا ايها المعلمون فين المنادى؟ المنادى فين؟ اي. طيب اي نوعها نكره مقصوده مبني على الضم المقدر، والمعلمون مرفوعه. ليه يا استاذ؟ عند الجمهور لانها المقصوده بالايه؟ بالنداء. طب لو قلنا يا المعلمين عند مين؟ المازن على قياس يا زيد الظريف. المضارع المجزوم في جواب الطلب هنقول ايه يا اولاد؟ لو قلت له لا غلط، من دي غلط، ده شرط. لو قلت له ذاكر تنجح صح، عادي، عادي جدا يا استاذ. ده جواب ايه ولا ايه؟ الطلب. طيب ماشي، في حاجه تانية في النموذج ده ولا لا؟ طيب الصرف، مش عايز صوت لو سمحت صورة كده. طبعا الصرف بقى يا ولاد مع بعض كده يلا. اول حاجه قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض الى اخر ايه يا ولاد، مع بعض كده بسرعه كده يا مستر يلا. كلمه كبائر يا استاذ طول ما احنا شايفين همزه يبقى احنا في درس ايه يا جماعه؟ المواضع الايه؟ الخمس. طب بسرعه، دي جمع ولا مش جمع؟ يبقى انت الوضع الكام؟ يا الثانيه الكام؟ لو الحرف العله قبله حرف صحيح يبقى انت في الثاني. طب قبله حرف عله يبقى انت في الرابع. الالف قبلها حرف ايه؟ الباء، يبقى انت الموضع الكام؟ الثاني. يلا حد حافظ الموضع الثاني؟ كبائر اصلها ايه؟ كباير. وقعت الياء بعد الف الجمع مفاعل وكاف في ماده ايه؟ زائده، فوجب قلبها همزه. ماشي. اتقى فين يا ولاد؟ فمن اتقى فين الايه؟ بمن اتقى. اول حاجه مع بعض كده، وصل ولا قطع؟ وصل. هتقول لي وصل يا مستر. طيب مش ده فعل؟ لا انا اسف، انا اسف، مش وصل، ده بكاء على الاصل. اتقى اصلها ايه يا ولاد؟ هي طبعا التاء مشدده صح؟ طب مع بعض كده يلا. يعني اصلها التا تا قا. التاء اصلها او تقى. مش احنا قلنا يا جماعه التقي واتصل والتعظ؟ ها كل ده ايه؟ تاء افتعل. يبقى وقعت الواو تاء افتعل، فاء افتعل انا اسف، وما تصرف منه وكانت اصليه فوجب القلب لايه؟ للتاء. تاء. يبقى اوتقه. يعني مثلا كلمه زي كلمه تعظه. التعظه ها مش الماضي بتاعها وعظه؟ يبقى اصلها او تعظ. قلبنا الواو تاء فاء افتعل وكانت اصليه، يبقى خلاص ده اللي حدث فيها يا جماعه. ماشي. يبقى ايه اللي حدث فيها؟ قلبنا الواو تاء. ده ما حدث من التغيير. همس وصل الفاء. نعم، ما احنا قلنا يا ابني اصلا اوتقه وقعت الواو فاء افتعل قبل انصرف منه وكانت اصل. نعم. وصل الفاعل. وصل الفعل انا برضو الطاقه يا جماعه. الطاقه هنا يا اولاد طالما قلنا الموضوع في فعل يا اولاد في الوصل بنعمل ايه؟ بنجيب ايه وايه؟ ها النوع والايه؟ طب مع بعض الطاقه مصدر ولا فعل؟ فعل. فعل ايه؟ فعل ماضي. صعب الكلام. طيب العدد نعرفه ازاي؟ نجيب الماضي. عدوتنا ايه؟ حد فاكر اعدائنا في الوصل؟ حرف ايه؟ العله. وايه تاني؟ والشده. بالظبط كده، جابها لك في الايه هنا. يبقى انت عندك حرف العله سابه لك بس فيه ايه؟ في شده. يبقى كم حرف؟ 5. يبقى يا جماعه الطاقه ده وصل مش وصل؟ لانه ايه؟ ماضي ايه؟ خماسي. شكرا يا جماعه. هو لو احنا لو انا هحلها. طيب يا ولاد
فهمناها جت ازاي؟ طيب وصل محذوفه لفظا وخطا، هتدور على ايه ومفيش ابن في الايه؟ البسمله، ومفيش بسمله فين؟ في الايه. يبقى هتدور على ايه؟ اي كلمه مجروبه حرف جر اللام. لله ده فعل. فين بقى يا جماعه؟ فين؟ في لله. طب ما في الله صحيح، طب ما في الله يا ولاد، معلش عذرا. في لله ما اعرفش والله، في الله والله. يبقى انا عندي يا استاذ لله. ليه حذفنا الف الوصل يا جماعه؟ لدخول ايه يا ولاد؟ لام الايه؟ الجر ايه عليها. ما هو انت قال لك لفظا وخطا، هتدور لي على ابن وشروط بتاعتها، هتدور لي على البسمله وشروطها، هتدور لي على حرف الجر اللام وشروطه. طيب يا استاذ، انما متى يستغنى عن الوصل؟ امتى استغنى عنها؟ اذا اشتلبت الساكن ايه؟ اذا تحرك الساكن الذي اشتلبت ليه يا جماعه؟ لاجله. بيع وكم، بيع وكم. المساله اللي بعدها اخر سؤال وهنمشي. جمعا ابدلت فيه الالف واو. ثواني. يبقى انت يا استاذ الالف واو هتفكر لي في عيله الياء والف، الالف ياء والالف واو اللي هما كم موضع؟ 5 مواضع. فاكرين تصغير كتاب كتيب، وغلام غليم. طب في الواو شاعر شويعر. طب اجمع لي بقى، ها، مصباح هتبقى مصاه، قلبت الالف ياء. طب كلمه خاتم خواء، قلبت الالف ايه؟ واو. صح كده؟ طيب يا مستر شاطره. انت هبدا ولا صح؟ صح. كلمه فواحش دي يا مستر مع بعض يا استاذ، فاحشه هتبقى فواحش، قلبت الالف. خالد خوالد، صاهل صواهل. بس. يبقى انت يا جماعه، طب لو ما لقيتش يا جماعه فواحش، مثلا لو قطعه عاديه مش قران، هتدور لي على اي حاجه فيها تصغير بقى. شاعر شويعر. تمام كده؟ كتاب كتيب ده في الياء. لو كاتب كويتب في الواو. موضع سهل جدا 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 يا جماعه. قلب الالف ياء او قلب الالف يا ولاد ايه؟ واو. طيب هنقف لحد هنا يا ولاد في الصرف، علشان الحصه الجايه نكمل ونخلص من نموذج الصرف كله يا ولاد. الصرف احسن من النحو الصراحه، عشان احنا في كتير يعني. بس بالعكس. ما احنا بعد النماذج هنحل تحت في الحصه بقى. بعد الامتحان، بعد النماذج التجريبيه على طول يا ولاد نبدا نحل امتحانات يا ولاد ايه؟ منفرده لوحدنا يا ولاد ان شاء الله تعالى. هتلاقي الكتاب كله لوحده. طيب الواجب استنوا بس يا جماعه معلش. احنا كنا واقفين يا جماعه في واجب الامتحان. يا عم بس اقعد يا عم بس يا يوسف. يا جدعان هو بس مش نخفى. الواجب بتاعنا يا جماعه مع بعض كده يلا. احنا حلينا كام نموذج في الواجب في الواجب؟ كام نموذج امتحان؟ اول 2 واجب. خلاص. يبقى النموذج الثالث نرجع بقى. احنا وقفنا بقى عشان موضوع النماذج التجريبيه ومراجعه اللي كانت في 20 بلاغه. نرجع تاني لموضوع الواجب يا جماعه. يبقى النموذج الثالث في النحو واجب الحصه الجايه. تمام كده؟ النموذج الثالث. نعم. من كتاب ايه؟ اللي معاك كتاب سواء سلاح او المرشد عادي، ما احنا متعودين بقى اللي معاه بيحل امتحان عادي من ايه؟ من الكتاب اللي معاه مرشد او سلاح. انا لسه ما جبتش يعني، جبت كتاب ايه؟ لسه ما جبتيش الكتاب لسه؟ ده هتلاقي اصلا موجود اصلا دلوقتي يا نوران. اعتقد. لو لقيت ماشي، لو لقيت هات المرشد. طب يا ولاد. طيب يا جماعه يلا شو حصه يا ولاد. على فكره عيب كده يا جدعان، عيب يا جدعان. يا يوز يا حسن. ايه ده عمل؟ يوم ما نتفق على الطهور. معلش. مين اللي اتفق؟ يلا يا ولاد. يلا يا ولاد. بسم الله. بسم الله. بسرعه كده يا مستر صلي على الدور يا جماعه. احنا قلنا طبعا سؤال ايه يا مستر في الامتحان؟ الجذر اللغوي يا استاذ، اللي طبعا مش موجود في منهجيه في الكتاب
ولازم يجوا منه في الامتحان يا جماعه اساسي. وقلت قبل كده جه اساس 2021 سؤال كامل من 7 درجات في الجزء اللغوي يا استاذ في موضوع ماده صومه. هنا جايب ماده ايه يا جماعه؟ جزايا. جزايا. بسرعه كده يا اولاد مع بعض يلا. فاطمه، جوريه، خلوده، منى، نورهان، وعد، زينب، ايه، حسن ويوسف. عايزين يا جماعه من جزية فعل ماضي واذكر محسن من التغيير. قلت ايه؟ فعل ماضي. ها يلا مين اللي عارف يا اولاد؟ تبقى ايه؟ جزا. ماشي ادي كلمه جزا. اتفضل. ما حسب من تغيير. قلبنا ايه يا اولاد؟ مين اللي يعرف؟ قلبنا ايه؟ الياء الف ليه يا مستر؟ انفتحت يبقى يا استاذ وقعت الياء مفتوحه ما قبلها يا استاذ وفي نفس الوقت متحركه حركه والياء اصليه اصلا في الكلمه يا جماعه فوجب قلبها ايه؟ الف. طيب بسرعه كده يا اولاد عايز المصدر. جزا ده مصدر يا اولاد. ايه يا فاطمه؟ جويريه، خالد، ايه اسم مصدر. مصدر مصدر. جزا مصدرها ايه يا جدعان؟ انتوا مالكم تاهين ليه؟ هقول لك قلتوا ايه؟ جزاء. جزاء. صح. ايوه كده. طب جزاء يا جماعه الموضوع في همزه. في المايك يا ايه؟ ايه متولت ايه في المايك؟ يا ايه في المايك يا ايه؟ لا هي ايه عامله فاتحه الميكروفون. طيب يا اولاد جزاء يا استاذ ايه اللي حدث في جزاء؟ حد يعرف اصلها ايه؟ وقعت المطرف بعد ايه؟ الف زائده. فقلبت ايه يا اولاد؟ ده المواضع الخمسه. الموضع الكام؟ الاول. والثانيه قلب الواو او الياء ايه؟ الف. يا جماعه مالكم كلكم ايه النهارده كده؟ تمام ماشي بنسخن. طيب اللي بعده همزه القطع يا جماعه لا تكون الا زائده. صح ام خطا يا اولاد؟ ها خطا. خطا يا مستر. ليه يا مستر؟ طب هقول سؤال. مثل لهمزه وصل اصليه. ها مش هتكلم يلا. همزة وصل. انا اسف همزه قطع اصليه. غلط. كل ده غلط. ايه قلت يا وعد؟ ايه شاطر يا وعد. احنا مش قلنا يا جماعه همس الوصل الوصل مفرده والقطع مركبه وقلنا ان الوصل لا تكون الا زائده. اما يا استاذ القطع تكون ايه يا مستر؟ زائده واصليه. صح كده؟ طيب يا جماعه جزاك الله خير. وكانت هي اخذ برضه قلناها برضه ساعتها برضه اخذ وامر. الفعل اساسا فيه همزه يبقى اصليه. صح يا عماد ولا؟ طب ماشي. هو فتوح حلقه مع طيب ابدال همزه في اوفيه واجب. بسرعه كده يا جماعه انا عندي كم موضع ولا خمسه؟ مش هم 5 مواضع؟ جائز. يبقى العباره خاطئه صح؟ المواضع الخمسه يا مستر انا عندي فيها ايه؟ بسرعه كده. اول 4 مواضع واجب والموضع الخامس منه ايه؟ ومنه ايه؟ مواضع القوه متحرك وايه؟ والاصل. صح كده؟ يبقى واجب. مواضع الضعف الايه؟ السكون والايه؟ والزياده. يبقى كلمه اوفيه، اوريه، ووفيه، ووريه. شكرا كده. مواضع 5. يبقى انت عندك اوفيه ووريه يا اولاد عارفين هو يجوز لانها في مواضع ايه دي؟ الضعف يا جماعه. مع بعض كده يا مستر. المثال اللي بعدها التقت همزتان مفتوحتان تقلب سين واو. ايه صح؟ مثل كلمه ايه؟ قول يلا ايه؟ حد يعرف يا اولاد؟ ها اول. طب كلمه اسمها ديت اصلها اادم. صح ولا ايه؟ الهمزتان الملتقيات. صح ولا لا؟ يبقى ادم. هو عايز مفتوحتان. طب لو اقول مفتوحتان مضمومه صغر ادم اويدم يا او فاكرين ولا ايه؟ تمام ماشي نفتكر مع بعض اهو بس.
يبقى هنشغل التقت ايه؟ همزتان. هما كلمتين، اوادم واواكب بس. همزتان مفتوحتان، اقلب يا باشا ايه؟ واو. طب همزه مفتوحه والتانيه مضمومه برضو، اقلب بقى ايه؟ واو يا مستر. شكرا كده. صعب الكلام؟ طيب خد يا ولا. ها يا ولاد، بص المثال اللي بعدها تقلب الواو ياء اذا وقعت متطرفه رابعه فصاعد بعد فتح الموضع الرابع. ها من اللي حافظ؟ صح. انت عندك، طب حد حافظ علامات بسرعه كده يا مستر؟ علامات موضع العشرة. اول موضع علامته تطرف، ثاني موضع لا الجمع ولا المصدر؟ مصدر، ثالث موضع الجمع، رابع موضع فتح. ماشي. خامس موضع وزن فعل. الموضع السادس الواو مين والياء مع بعض. السادس والسابع والثامن عيله واحده، صح؟ صح. السابع يا مستر عندك فيها الجمع عصي ودلي والثامن وقعت لام الوزن ايه؟ فعول، مثل كلمه مقدي ومقوي ومغشي. يبقى الموضع السابع لام الوزن فعول، والثامن هو الجمع. التاسع هو الموضع الوحيد اللي فيه جواز، والثامن فيه جواز. مش انت عندك الثامن يا استاذ في وجوب اذا وقعت لاما لجمع عصي وجب القلب. طب لو عتو عتيه وسمو وسميه مش ده مفرد، يبقى يجوز القلب عند ابن مالك. انما الموضع التاسع على وزن فعل، ده الموضع الوحيد اللي فيه ايه؟ جواز. يعني صيم صوم قيم قوة. بس الموضع العاشر يا مستر وقعت ميزان اصلها مو ساكنه مفردة يا مستر. صعب كده يا ولاد؟ طيب اذا قال لك والله تقع عينا في 3 مواضع، صح. خمسه لام في 5، صح. الاسئله يا جماعه اللي فيها عدد يا جماعه مش في الامتحان، تيجي بس نموذج تجيب بس وخلاص يا ولاد. بس العباره صحيحه يا ولاد، العباره صحيحه يا ولاد. الموضوع اللي فيها لعب ده واعداد ديت ما ابعد عنها. قال لك هي ري وسعي وطغيه قياسي شاذ. واو لم تقلب الف في صيغه افتعل. مين اللي يعرف يا ولاد؟ ها فاطمه، جواريه، خالد بن الوليد. ها اقول قلت ايه يا وعد؟ شطره يعني اشتوره، صح ولا لا؟ طيب وصل، بس خلي بالكم مش انا عندي الوصل والقطع يا جماعه. اي حرف سمعي صح، واي فعل قياسي. انما الاسم منه ايه ومنه ايه؟ القياس والسماع. السماع في الاسماء والقياس في الايه؟ في المصادر. عايز وصل قياسي في اسم اقول ايه؟ استغفار. انا عايز مصدر بقى ما اجيبش فعل. انتصار مثلا، استغفار وانتصار واستقبال الى اخره. طيب الآية اللي فيها كلمتين أعلت الأول بالنقل وبالقلب. طبعا بالقلب يا ولاد نقل يعني حركة، صح؟ احنا معلمينها. وقلب يعني حرف، وقلب يعني حرف. نعم. هو يا ولاد انا عايز حركة. افكركم شاطرة. يبقى فكروني كده يا ولاد بالاعلان. طب استنى نفتح الصفحه الاول ونفتكر مع بعض. ها الاعلان يلا يا جدعان. عندك الاعلان، ها اعلان بالايه؟ بالايه وبالايه؟ وبالنقل والتسكين والايه؟ والقلب مع بعض كده. حسب بدور على انهي فعل في القطعه؟ اي فعل مضارع الماضي بتاع اوله يعني يلد ولد، يجد وجد. وبتيجي في الامتحان ساعات بالضمائر يعني يجدوه اصلها وجد. يبقى علم بالحس مصر بتدور على اي فعل، مش بتدور على ماضي، انا عايز مضارع لان اصلها يلد واصلها ايه؟ ولد. هتجيب المضارع يولد، حذفت الواو وقعت بين عدوتيها الفتحه قبلها والكسره بعدها فوجب حذف مين؟ الواو. يبقى انت كده في يلد يجد يسر. ها طيب
طب يعني بالنقل يا جماعه اي فعل مضارع مع اعتل الالف، يعني اجوف. قال يقول، صام يصوم، باع يقيس عليها بقى، يبقى يقول اصلها يقول، لان حركه حرف العله للساكن الصحيح قبله فصارت يقول، ده بالنقل. اما بالقلب الواو او الياء نقلبها الف. شروط 10 مثل كان اصلها كون، تحركت الواو فتح ما قبلها فوجب قلبها الف. باع بيع. صعب الكلام. طيب نرجع تاني. يبقى انت عندك قوليه. نعم نعم. الإعلان بالحرف نحط مثلا قل امم الإعلان بالحذف، يعني ينفع يكون فعل أمر زي قل زي كل. الألف مثلا، قل يعني فعل الأمر. لا 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 لا, لا ما ينفعش، ده التقاء ساكن دي. لا لا لا. انا قلت بالحس وضحناها، وصلت كده. ليه مش ضفنا الألف من أصل قال؟ كلمة كل دي أصلا، كل ديت أولا فين المحذوف هنا؟ مش أصلها قال يعني؟ قصدي كده. إنه حذف يعني يا مصر ألف يعني من دي يعني؟ اه لا، هو الفكرة إن أنت عندك هنا في ساكنين، كل دي ساكن وألف ساكنة، وده عدم التقاء ساكنين، مفيش خالص قبل الحذف هنا. تمام. تمام كده؟ أنا أهم هو في لازم في الامتحان هيقول لك يا مستر طلع لي اعرب الحذف، هندور على إيه؟ على الفعل المضارع وش كده. موضوع علة الإيه؟ ماشي يا مستر. الفعل المضارع مع الواو. بخير. انت عندك بقى يا مستر هنا قلنا يقول، وصفراء. وعايز بالقلب هنا يبقى انت عرفت حرف مكان حرف يعني. صفراء، ايه اللي حصل في صفراء؟ الألف همزة. الالف اللي منها ايه؟ همزه، يعني الموضع الكام؟ الخامس. الموضع الكام؟ الاول. تمام كده. الحديث اللي مش على فعل مضارع يبدا الامر منه بهمزه قطع. نعم. عايز فعل مضارع ماشي. وعايز لا هو مضارع. الامر منه همزه قطع، يعني ايه؟ اهو ليه يا ولاد يشفع. بص هريحكم خالص، هي لعبه شويه بس هشرحها بره المنهجيه يا ولاد. ماشي. بصوا لي يا ولاد، يقول لك يا مستر اي فعل مضارع، ركزوا معايا لو سمحت، دي اول مره اقولها يا ولاد. ماشي. لو انت المضارع اوله ياء، يعني مثلا كلمه زي كلمه يفهم والياء دي مفتوحه، اعرف ان ده فعل مضارع جاي من الثلاثي، يعني جاي من فهمه. وصلت كده؟ تمام. طيب لو المضارع ده يا ولاد مبدوء بالياء بس الياء مضمومه، زي يكرم، بتقول يكرم ولا يكرم؟ الياء مالها؟ مضمومه. يبقى الماضي بتاعها كرم ولا اكرم؟ اكرم. يبقى ده رباعي. وصل كده؟ انما يفهم الياء مفتوحه ده ثلاثي. انهي واحده في دول بقى المضارع بادئ بهمزه قطع؟ الرباعي اللي هو اوله همزه، اللي هو اوله ياء ايه؟ مضموم. يبقى ايه؟ اكرم. وصلت كده؟ ارجع بقى يا باشا للسؤال. بيقول لي لا يدخل يا ما من احد يدخله ولا يدخله؟ يدخله. فان صدق يهدي ولا يهدي؟ يشفع ولا يشفع؟ اختار ايه؟ جزاكم الله خير. يدخل دي، بس الصراحه دي اول مره نتكلم فيها يا اولاد. واضحه يا اولاد؟ واضحه؟ اللي عنده سؤال؟ احنا فهمنا جت ازاي؟ فهمنا جت طيب فهمنا جت ازاي؟ طيب ماشي. بيتكلم بعد كده الكلمات الكلمه اللي تحتها خط في الايات وقلب فيها حرف العله همزه عند الجمع الاقصى. استنوا، قلب فيها حرف العله لهمزه. هي حد فاكر الكلمتين الشاذتين في المواضع الخمسه ايه هما؟ معائش وايه؟ ومصائب، صح؟ طيب هل ينفع اقول مصائب ولا معائش ينفع؟ لان دي اصلا الكلمتين دول مالهم؟ شاذين، صح كده؟
اختار ايه؟ إن العقل راح حصد همزة عند الجهة الأقصى قياسا. ها، الأخيرة دي فضلت مكسورة؟ قسور الاسد. قصا او قسا ار ولا كساور؟ كساور. قلبت له همزه؟ لا. انما كلمه سفينه تجمع على سفاين ولا سفائن؟ شكرا كده، جمع اقصى. يبقى اختار رقم 3. وصلت كده؟ دي بتتغير. اللي عنده سؤال يا اولاد. انما مصاوب ومعايش ده القياس، انما مصائب ومعائش ده الشاذ، ماده اصليه في المفرد. صعب الكلام. فافتعل وما تصرف منه زالا. احنا قلنا يا جماعه طول ما هي فيها زين وزال يبقى ايه؟ حد فاكر؟ يبقى يجوز. طول ما فيها زين وزال يبقى يجوز. تمام؟ ها، يبقى اختار يا جماعه كم وجه؟ ها، حد فاكر؟ ما هو السؤال قدامنا. اقول ايه؟ ما هو السؤال قدامنا. خلاص اختار ايه؟ اه، بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين. اختار ايه يا اولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طالما جائز اكيد 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 ما خدناش حاجه اسمها 4 احوال دي خالص، صح؟ ايوه ولا خدنا ايه؟ حال. ما هو جائز يبقى هتشيل واحد وايه؟ يبقى يا مستر. ها، طب لو زين وجهين، ازدجر مزدجر، انما الذكر مدكر ازدكر. صعب الكلام يا ولاد. طيب كده الزين وجهين والزال الزين وجهين، الزال 3. تمام كده. حروف الاطباق بقى برضو نفس الكلام في الجواز. قال لك والله الآية المشتملة على كلمتين إحداهما أبدلت فيها الواو ياء والتانية أبدلت فيها الألف واو. يبقى أنت دلوقتي يا مستر هترجع لموضع الخمسة، الياء والألف، فاكرين؟ الياء والواو ألف فاكرينها؟ اللي هو التصغير بقى يا مستر والجمع. والواو ياء مواضع 10. اتفضلوا قولي يا نورهان كده. نورهان معايا؟ منا وش كده، احنا بنتكلم مع بعض كده يا استاذ. الله اكبر الله أكبر. اللي يقول الرياح لواقع. اللي يقول لي ليه؟ الرياح لواقع. ده مين اللي جاوب السؤال ده، فاطمه ولا جواريه؟ اه. طب قولي يا فاطمه ليه يا فاطمه؟ لواقع لأن جمع فاعل على وزن فواعل. شاطره. واحنا قلنا اي حاجه على وزن فواعل قلب الواو ايه؟ الف. زي الحصه اللي فاتت خالد خوالد، صح؟ وصاهل صواهل. اما الرياح جمع ولا مصدر ولا مفرد؟ ده جمع. الموضع الكام؟ الثالث. التالت. شاطره. اصلها أصلها رواح. يبقى اي ياء في الموضع العشرة اصلها أصلها واو. شاطره. اللي هو معلة ولا شبيهه؟ لا، شبيهة بالمعلى. الواو لا معلى، اللي هو معلى. معلة. ما طول ما هي مصر في الماضي ياء او الف يبقى معلة، صح؟ طب لو هو ساكنه يبقى شبيهه بالايه؟ بالمعلى. طب لو متحركه زي كلمه طويل لا معلى ولا شبيهه بالمعلى. فطويل الشذوذ بتاعها طيال، اما القياسي طوال لانها لا معلى ولا شبيهه بالمعلى. طب لو كانت شبه معلى زي كلمه ثوب وجب ايه في الجمع ان يكون بعدها ايه؟ ألف. الف. ثوب تبقى سياد. تمام كده. انما الرياح مريحانا يا مستر معلى في المفرد، خلاص يا باشا يبقى كلمه الواو ايه؟ ياء. برغم طب هي بعدها الف. طب انا عايز كلمه يا جماعه فيها الواو معلى بس الجمع مفيش بعده الف. حد عارف؟ سهله. كلمه ايه؟ حيل وقيم وديم. ها وصلت كده؟ نقطة عشان بس صعب الكلام يا ولاد. طيب بسرعه يا جماعه يلا. والمجموعه التي على وزن افتعال حرف صحيح من صحيح. احنا قلناها يا جماعه وانا بشرح درس حروف الاطباق. ده الدرس الوحيد اللي ممكن يجي لك منه
ابدال او مثل في الامتحان ابدال ايه من ايه؟ فاكرين؟ صحيح من صحيح. كانت كلمه ايه؟ ها؟ هي اتصال اصلها ايه؟ شاطر. يعني ابدلت له تاء صح؟ يبقى نشيل ايه؟ الف. اتعاظ اصلها ايه؟ يبقى ابدلت له ايه؟ من التاء. هتشيلها ولا تشيلها؟ لانها اصلها وعظه ووصله. الاتصال دي نشيلها، يبقى اكيد الاجابه تبقى ها؟ تمام؟ الاتصال ده اصلها ايه؟ شيل. يبقى كل حروف الاطباق حرف صح من صحيح. لو انتوا فاكرين واحنا في الشرح قلنا الدرس ده الوحيد يقول لك ايه؟ الدرس صح من صحيح. صح يا ولد ولا ايه؟ ولا انتوا مش فاهمين؟ السؤال اللي بعده يا ولاد المجموعة المتماثلة في عدم إبدال حرف العلة ألف. عدم الإبدال هو عايز من الآخر الكلمات اللي فيها مخالفة إيه؟ اشطل 10 يا ولاد بسرعة. بقول لك حرف العلة ألف. حرف العلة ألف. الرئيسات دي كلها همزات. هتبقى الثانية هنشيل الهمزات. وخواطر قلبنا الألف إيه؟ لا يا جماعة خواطر لا هنا يا جماعة صح لأنها قبل الألف زي جواهر كده لم تبدل يا جماعة لأن لو قبل الألف هنشيلها. أنا عايز يا جماعة هنا باع وقضى دي كلها إيه؟ قلبنا الياء إيه؟ والواو إيه؟ ألف. يبقى شطل 10 يا جماعة طيران وجولان وفوران كل ده لم يبدل يا جماعة الواو أو الياء حرف ألف يا جماعة من الشروط 10. كل ده يا مستر على كلمات آخرها ألف ونون زيادة خاصة بمين؟ بالأسماء. طيب يقول لك الآية المشتملة على كلمة كل ما فيها ألف واو هتدور على وزن فواعل ما لقيتش دور على التصغير ما لقيتش دور على مين المجهول صح ولا ايه؟ يعني كده وكلها على وزن فاعل او فاعله. يعني مثلا لو احنا قلنا كلمه زي كلمه فاعله دي يعني جاهل على جواهل صح؟ طب قاتل قتل صح؟ هعمل بس هو التانيين دول ماشي. قاتل قتل ايه تاني؟ كاتب ايه؟ كويتب. بس كده يا جماعه. انت واخد الاسم في الجامع يعني خالد خوالد كاتب صغرها لي شاعر شويع. طب قاتل قتل نافس نفس عقبه عقب. اختار ايه؟ الاولى. عرفنا جت ازاي يا ولاد؟ ها انما كلمه الميعاد الميعاد مش اصلها ميوعد مواضع 10 سماء مواضع 5 سماو. ها ايه تاني؟ فينا حاجه تاني؟ عصي الموضع الثامن موضع 10 عصي جمعها وقعت الاصلها عصو على وزن فعول لا وزن فعول يا مستر. يبقى هنشيل رقم 2 و3 وايه و4 اللي بعده. واضح يا ولاد؟ يعني فاعل بنجيب منها التصغير والفعل المبني للمفعول. هي مش فاعل. هي انا عشان اسهلها ليكم هي على وزن فاعل. مثلا سواء اسم مثل كلمة كاتب فعل قاتل اسم كلمة ايه؟ خالد. بس الموضع الثلاث مواضع في الكلمتين دول كاتب او شاعر صغريها قاتل ابنها المجهول خالد اجمعيها بس كده. صغر لي كاتب اقلب الالف واو صح؟ يبقى كويت. تصغير يا مصر عرضة ايه؟ ضم ما قبلها تصغير يبقى كويتب. طب قاتل ابنها المجهول قوتيل. ها ماشي. طب خالد اجمعها خوالد واو واو بس. ده يا جماعه خلاص الموضع بتاع الواو ايه؟ الف يا مستر. شكرا كده. واضحه؟ الجذر تاني يا جماعه بيقول لك هات من دنا ايه؟ اسم فاعل ايه؟ داني دانين كده يعني. الاثنين ينفعوا بس واحده في حاله واحده في ها؟ ثانيه. دي لو مثلا مجزومه نشيل حرف العله تقريبا
ماشي مش تفرق داني بقول داني. لك يعني ماشي. الاتنين يعني ايه اللي حدث يا ولاد؟ زي ايه بقى؟ زي ايه بقى؟ خدت بالك انت من قضاء وقاضي شبه كده؟ تطرفت حد يعرف؟ الموضوع الاول ده ما دنوة اه زي قاضي، يعني مصر اصلها ايه؟ دانو. ايوه تطرفت الواو اسر كسرة فكل بت ياء. يا سلام على النبي. الموضع الاول من المواضع العشرة. اسم المفعول منها مد نو ولا مدنو هنا يا ولاد. طيب استنوا. انا عندي كم كلمة في الموضع السابع؟ ها، مقوي، مغشي، مرضي، صح؟ طب ماشي، واحدة واحدة وبالراحة. كم كلمة في الشذوذ؟ انا ليس ايه؟ مع دي ومغ زي. مش دي كلها كلمة شاذة؟ لأن الأصل بتاعها مع دو ومغ زو، لأن الماضي بتاعها على وزن غزة ووزن عدا، والاتنين مفتوحين العين فين؟ في الماضي، صح؟ لأن اشترط يا أستاذ في الموضع السابع إن يكون في الماضي ماله؟ مكسور إيه؟ العين. طب كلمة دنا ديت على وزن إيه؟ فعل، يعني مفتوح إيه؟ العين. فتبقى كلمة مدنو دي يا مستر صحت فيها الواو ليه؟ لأنها في الماضي مفتوح إيه؟ العين. زيها زي مين؟ زي مغزو ومعدي. شكرا. الموضع السابع. مؤلف على حاجه ثانيه. صعب الكلام يا جماعة؟ يبقى أنت عندك كلمة دنا أهي، قال لك مدنو، غزا، مغزو، دع، مدعو. وعندك كم كلمة محفوظين في الأساسي؟ مرضي ومغشي ومكوي. الموضع الكام؟ السابع. وقعت له من اسم مفعول، بس شرط انه يكون مكسور ايه؟ العين. شكرا كده يا مصر. وده خلاص الموضع السابع كله. وعلى فكرة لازم تيجي في الامتحان، لازم تيجي كلمة مغزو أو معدو دي يا ولاد، نبهنا عليها. والشاب بتاعك أنا ليس معديا يا أستاذ شاذة يا مستر ساعتها. طب اللي عنده سؤال يتفضل يسأل. اللي عنده سؤال يتفضل يسأل يا ولاد. أعدي يعني؟ ايوه تمام يا مستر. أمسح بقى كل ده. قال على فكرة احنا في صوت الجذر يا ولاد، احنا في الجذر. مش احنا في الجذر أصلا؟ اسرى فتح الموضع الكام؟ الرابع، موضع 10. تمام؟ اسرى فتح أقول لها كلامك زي الفل وكلامك صح. يبقى أنا عندي يا مستر أفعل التفضيل أدي كلمة أدنى. لو احنا نمشيها بالطريقة التانية يا ولاد هنعمل إيه بقى؟ يبقى احنا أدنى حصل فيها إيه يا ولاد؟ يبقى قلبنا لا إله إلا الله. هي فاء. بص أنت عندك الواو قلبناها ياء والياء قلبناها ألف. لا، واحدة بصوا لي. الواو قلبناها ياء صح؟ أدنو صح كده؟ الواو قلبناها ياء أدني، والياء قلبناها ألف، يبقى أدنى. طب واحدة كده مع بعض. تمام. يبقى أدنو تحركت الواو فتحة، أدنوى تحركت الواو فتحة ما قبلها، فقلبناها إيه؟ أنا آسف، لا إله إلا الله، معلش الموضوع ده في دماغي. الواو يا جماعة إيه اللي حصل؟ وقعت منطرفة رابعا بعد فتحة، فقلبناها إيه؟ ياء. ده الموضع الكام؟ الرابع، موضع 10. الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبناها ألف. الشوط العشر. وصل كده؟ جت ازاي يا ولاد؟ جزاك الله خير. لو انتوا فاكرين اسئله الموافقه في الشوط العشر احنا في الاخر اللي هي مثلا كل ما هو على وزن افعل تفضيل، زي ارضى اللي وافقت الشروط، ارضى وكان وكون، اللي هي يا استاذ وافقت الشروط ارضى واعضى واضحى وتعالى واستدعى. كل ده
وافق الشروط العشرة يا جماعة. قلبنا فيها الواو ألف. أما يا أستاذ جاء وهاب وازدان وبنى كل والهدى قلبنا فيها الياء إيه؟ ألف يا جماعة برضه. ودايما يقول لك إيه؟ حدث في الكلمة إيه؟ قلب وإيه؟ ونطق إلى آخره. يبقى عرفنا إيه اللي حصل يا جماعة في كلمة أدنى دي يا ولاد؟ بس بالتفصيل كده يا ولاد. لا مش جديد، بقاله سنتين عندي يعني. المهم يا ولاد، لا بس انا في الشارع. المهم كذاك ذا وجهين. لا ما كانش في الشرع، لا والله ما كنتش لابسه في الشارع. والله ما كنت لسه في الشرع. احنا في كده كلنا. كذاك ذا وجهين جاء الفعول من ذي الواو لام جمع او فرد يعني. طب كلمة الفعول دي بتفكرني بأنهي موضع؟ ها؟ الفعول. لما اللي يوزن فعول. تاني. السابع. مش عندك السابع؟ ها؟ لا انا اسف اتلخبطت. الثامن يا ولاد. معلش. جامع لازم فعول جامع. كلمة عصي اصلها عصو على وزن فعول يا جماعة. اذا وقعت الواو لاما ايه يا استاذ؟ ايوه، اذا وقعت الواو لاما لوزن فعول جمعا فوجب قلبها ياء. بصولي عصوي. نرجع للموضع الكام؟ حد فاكر؟ نرجع للموضع الكام؟ ما احنا قلنا مش هم عيله مع بعض اخوات. لما نخلص السادس هنخش على السابع. قول موضع السابع ارجع للسادس، قول موضع الثامن ارجع لمين؟ للسادس بالترتيب. ما هم عيله واحده بقى. اجتمعت هم عليه والصرف والاسم والذات والسكون الى اخره. فقلبنا له ايه؟ ياء. ادغمنا الياء فين؟ في الياء. مش ده وجب القلب؟ طيب ابن مالك بقى موقفه من الموضوع ده قال لك جواز اذا كان ايه؟ مفرد. عندك عتو او عتيه، سموه وسميه. ده لو كان ايه؟ مفرد. فلو كان مفرد عند ابن مالك ايه يا مستر؟ قال لك ايه؟ جواز قلب الواو ياء، ولكن الصحيح اكثر لخفه المفرد فصح الواو. عندك عصي ودلي ونحي. وقلنا يا جماعه خلي بالكم ساعات بقى انا في الامتحان ويقول لك يجوز في كلمه تقول عصي ولا عصي. قال لك والله يجوز اتباع الفاء للعين. وصل كده يا ولاد؟ ها واضح الموضع كده يا جماعه؟ واضح؟ انا عرفت ازاي القول ابنك هنا يا وعد؟ عرفناها ازاي؟ وعد لسه داخل على وزن كلمه فعل بس وخلاص. طب لو كان قال لك يا مستر بقى وليكن قال لك والواو لا من بعد فتح، يبقى الموضع الكام؟ الرابع. طب لو رجع قال لك والله يا مستر قول ابن مالك مثلا في الموضع الخامس يقول لك بالعكس جاء لام لفعله، الموضع الكام؟ الخامس. طب رجع قال لك والله في مصدر المعتل عينا، الموضع الكام؟ الثاني. ما قال لك المصدر. طب رجع قال لك يا استاذ وجمع ذي عين اعل جمع، الموضع الكام؟ الثالث. خد كل كلمه من قول ابن مالك يعرفك القاعده وش كده. صعب الكلام؟ بعد كده طبعا البسمله احنا لينا فيها كام حل؟ حد يعرف شروطها يا جماعه؟ حاسب الف يا جماعه. ان تذكر ايه؟ كامل، ولا يذكر المتعلق، وان تجر بحرف الجر الباء. طب هو قال لك هنا همزه اسم بس مذكور المتعلق. قول بقى ابتدئوا، اكلوا، ارسموا. هكتب ابتدئوا يا ولاد باسم كده من غير الف ولا باسم بالالف؟ بسم الله. لانها خلفت الشرط فلازم تحط الالف، صح ولا لا؟ طب اقول من اسم كده، من اسم الله الرحمن الرحيم ولا من اسم؟ طيب ونفس الكلام لو كانت كامله احذف الالف، مش كامله تبقى الايه؟ الالف فتصير بسم الله. تمام كده يا اولاد، جزاكم الله خير. المثال اللي بعدها يا اولاد قال لك تصدر واوين في اول الكلمه والثانيه ايه؟ متحركه منقلبه عن الف زائده. يعني مثلا كلمه زي كلمه واصلا وواصل اواصل قلبناها همزه بقى. موضع خمس، موضع الخامس. هي ليه الف زائده؟ ما هي اصلها واصلها. وصلت كده يا ولاد؟ ها
فانت عندك وواصل الموضع الخامس من المواضع الخمسه، والموضع الخامس ده الوحيد اللي قلنا فيه ايه يا جماعه؟ الوجوب والايه؟ والجواز. اواصل. يبقى يا استاذ وكانت متحركه منقلبه عن الف ايه؟ زائد. اواصل، اوارث، اواسق. صعب الكلام؟ فوجب طب طول ما فيها متحركه او اصليه مواضع قوه ولا ضعف؟ لا ماشي. قوه. طب لو كانت زائده ساكنه مواضع ضعف، يبقى الحكم ايه؟ يجوز. اوفيه وايه؟ وريح. واحنا عارفين ان الموضع الخامس ده الموضع الوحيد يا جماعه اللي فيه جواز ووجوب. طب عينا لمصدر لم تعل في الفعل وجب التصحيح. صح؟ وجب يا ولاد ايه؟ التصحيح. حد يعرف المصدر ايه؟ ها؟ اقول ولا ايه؟ مش انت عندك الموضع الثاني موضع 10 وقعت عينا للمصدر اعلت فعله زي صيام وعياده وقيام. انما كلمه زي كلمه حوار دي يا استاذ، ها؟ حد يعرف؟ لم تعال في الفعل الماضي. ها؟ حوار اصلها ايه؟ حوره. حوار. صح ولا ايه يا جماعه؟ صححولي. ها؟ حوار وجوار ولواس. ها؟ لم يعل في الفعل الايه؟ الماضي. شكرا. وطبعا لم يعل في الفعل يا واد خلي بالكم زي الموضع الثالث موضع 5. كلمه زي كلمه يعني قائم اصلها اعلت قاوم. انما خاويه لصحت لانها من خاويه لم تعل في الفعل الماضي. قال بالالف ياء في غليم ولا غليم. ها؟ مش احنا صغرنا ولا ما صغرناش هنا؟ صغرنا. يبقى عرض انكسار ما قبلها. اتصر ابدال الياء تاء ليه؟ اي على وزن اف وقعت فافتح على مصر وما تصرف مني يا استاذ وكانت اصليه فقلبت ايه يا اولاد؟ تاء. وجبه قلبها ايه يا ولاد؟ تاء. التاء طاء يبقى دي حروف ايه يا جماعه؟ الاطباق. وقعت وزن افتعل بعد احد حروف الايه؟ الاطباق. شذوذها في كلمه التمن. هي اصليه التمن دي يا جماعه؟ ايه وتمن؟ ها؟ يبقى القياس بتاعها يا مستر حد يعرف؟ ها؟ حد يعرف يا ولاد؟ اتكل لا اتكل واتصل. ها؟ ايه تمن ولا او تمن؟ هنقول يا ولاد نعم. ايه تمن. ده عندك ايه وتمن يا جماعه؟ لانه ليست ايه؟ اصليه. شكرا. يبقى شاذه. ينفع تقول يا مستر التمن ولا حاجه؟ لا يا استاذ. انما كلمه ايتاك نفس الكلام. خونه جمع خائن غلط. هو عايز القياس خانه. ليه يا مستر؟ الواو متحركه مفتوح ما قبلها اللي بألف يا باشا. ماشي. طب والحلوه القياس بتاعها ايه يا ولاد؟ حلوه انا اسف فعله وجب قلبه ايه؟ ياء وقعت لاما لوزن فعل وصفا. يبقى القياس منها ايه يا ولاد؟ ها؟ حليه. زي كلمه دنيا لو قلت دنوه تبقى دنيا. ها؟ وصلت كده يا ولاد؟ طيب لو استفدت او استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك يعني بالعربي كده تشترك في القناه. لايك على الفيديو حاجه بس منك ولكن بتشجعنا ان شاء الله تعالى ان احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.